اهم ميزه لازم تكون موجوده عند اي ليدر مش الذكاء. انا بسنت محمد ودي سلسله فيديوهات خواطر ليد. الذكاء اللي فعلا محتاج يكون موجود عند كل الليدرز هو الذكاء العاطفي، انك تقدر تفهم مشاعرك وتتحكم فيها وكمان تفهم مشاعر الناس. المشاعر دايما بتيجي علشان توصل لنا رساله معينه، فكره معينه جت في دماغك، موقف معين تريجر عندك حاجه فاداك شعور معين. في الاخر المشاعر جايه تديك رساله، مهمتك انك تفهم ايه هي الرساله دي. ساعتها هتقدر تقدر نفسك وتتحكم في نفسك، وفي نفس الوقت كمان تقدر انك انت تفهم مشاعر الناس وتفهم بالظبط هم تصرفوا التصرفات دي بناء على اي شعور، وساعتها هتعرف تقيم الموقف صح. الليدر الذكي هو اللي يعرف يتصرف بناء على فهمه لمشاعر الناس وتقديره ليهم، هو اللي يعرف يتحكم في غضبه ويكونترول على نفسه في المواقف ويبدأ يشوفها من وجهة نظر الآخر. احنا في الغالب بنركز على الشطارة في الشغل والذكاء في الشغل، لكن ما بنركزش على الذكاء العاطفي. لما الناس تحس انك انت قادر تحس بمشاعرها وقادر تسمعهم وتفهمهم كأنك بالظبط انت نفسك في الموقف، ساعتها هيسمعوا لك وهيقدروا اي حاجة تقولها لهم او اي فيدباك او اي تعليق هتقوله، لان هم متأكدين انك انت حاسس بشعورهم او حاطط نفسك مكانهم، فبالتالي قادر تقدر بالظبط هم اتصرفوا التصرف ده ازاي. الغضب والنرفزة وانك تشاور على حد تقول انت المسؤول وانت السبب وانت اللي عملت، مفيش اسهل منها، بس ده عمره ما هيجيب لك رصيد عند الناس. يمكن يخليك تكون بتهندل الشغل اسرع والناس مبسوطه، ايه ده الله عرفنا مين اللي عنده المشكله، ايه ده الله الشغل ماشي، ايه ده الله الدنيا مظبوطه بالساعه، بس ممكن في مقابل كل ده تخسر محبه الناس، تخسر تقدير الناس اللي معاك، وساعتها واحده واحده الشغل الكبير الجميل اللي باين ده مش هيبان، لان الناس اللي انت بتتعامل معاهم ضايقوا من الطريقه. انما لو حسيت نفس شعورهم او قدرت مشاعرهم وفهمت افكارهم ازاي، ساعتها هتعرف تتعامل معاهم صح، والشغل هيطلع مظبوط، والناس دي هتفضل موجوده لانها هتفضل عايزه تشتغل معاك. مع اول موقف يجيلك فكر في شعورك ايه وحاول تفهم سببه ايه.